لما بتكون حابب تبدأ دايت، أول نصيحة بتجيلك إنك تبعد عن المشروبات الغازية وعن البطاطس المقلية والشيبسي، وده ببساطة لأنها بتكون مقلية بزيت، بالتالي بتكون غنية بالدهون المتحولة واللي خطر على صحة قلبك. مش كده وبس، بتكون غنية بالسعرات الحرارية وسهل إنك تاكل كمية كبيرة منها، فسهل إنك تزيد في الوزن. وعشان كده هنا تيجي أهمية الحلقة دي، جايب لك أكتر من 20 سناك أو 20 بديل للشيبسي تقدر تستخدمه، واختيارنا ليه كان على اساس انه ما يكونش مقلي، والمقارنه هتكون على اساس السعر والطعم والسعرات والماكروز. وزي ما انت عارف انا مش بحب اعمل الحلقات دي لوحدي، ومعانا لتاني مره الترينر الجامد شمس. ايه صور ازاي؟ كده. عندنا اكتر من شركه، انا ما جربتش اي حاجه من الحاجات دي قبل كده، فهنقسمهم، كل شركه هناخد الاطعم بتاعتها وحدها. فحابب تبدا بشركه ايه؟ ممكن نبدا بالبنكي او نبدا بده بجاكور. يبقى جاكور. ماشي. نبدا بالشركه دي. اول طعم معانا زبده فول سوداني، كل 10 جرام فيه 50 كالوري، الدهون 2.5، الكرب 6، البروتين 0.83، يعني مش بكمل. توكلنا على الله. بسم الله. طيب فين طعم زبده الفول؟ ما اعرفش، هو كرانشي بس. لعل صوتك. كرانشي انا حاسس بزيت مش حلو الصراحه، يعني في حاجات زبده فول سوداني احلى من كده بكتير. طيب احنا اخترنا زي ما قلت لك، هيكون على اساس ان الشيبسي مش او السناك ده مش مقلي. طماطم موتزاريلا نسخنه ده. كل 10 جرام فيه 45 كالوري، وده كل 10 جرام فيه 50، فتقريبا نص السعر. كده شكله مختلف. ده مكرونه. مكرونه. زمان. ايوه صح كده؟ ايوه وصلت معاك. محتاج تتكلم. لا رحت معاك انا برضه. ايه كان الطعم ده فين؟ طعم حاجه بس مش فاكر ايه هي، بس انا عجباني فكره المكرونه ايوه، والزعتر حلو الصراحه. حصل. هي يعني لو انت نفسك بالشيبسي وطماطم ده بديل احسن. ليمون حلو. اوكي. كل حاجه ليها شكل. طعم الليمون لاذع. صراحه شايفه بديل قوي للشيبسي، شيبسي الشطه والليمون. بس ده ما فيهوش شطه، هو مش سبايسي اللي هو يضايقك يعني. ايوه لا حاجه سويت. وجبه بعد التمرين دي صح؟ ايوه والله العظيم. ساور كريم اند اونيون. ممكن تسأل حاجه؟ ايه الصور كده؟ ساور كريم حاسس كده بقى. برضه كل 10 جرام 45 كالوري. افتح. اوكي. شيبسي بالجبنه المتبله. يعني تجيبه؟ لا احنا ما قلناش السعر. ب 10. لا ب 2 جنيه. ايه ولا 2 جنيه؟ لا انت على الله خالص. لا ب 10. لا ده مش ب 10. 5 جنيه. 5. اخر واحد فان ميكس ليميتد اديشن، جبنه شيدر، ده اللي هو البيزك عامل زي فلامنكو. الفلامنكو. طب جبنه ضعيف. هو في حاجه، هو في الشهر. ايوه. يعني شايف الصراحه باين عليه ان هو وحش. باين عليه ال 200 جنيه اللي انت بتاع عليها. احسن 2 دول اشتروه. لا يا عم الستور برضه حلو بس طعمه ضعيف شويه. بس احسن 2 ايه؟ 2 دول. احسن 2 دول. مش هنتفق، خد بالك خالص. ايوه ساب الفراخ والرز وجاي لك. تاني شركه معانا شركه لينو، على الاغلب بتعمل الحاجات بتاعتها بالشوفان. ده كل 60 جرام فيه 233 سعر. يا حلو، دي سعرات الكيس كله. سعرات الكيس كله 233 سعر. حابب تبدا بايه؟ طماطم. يلا بينا. رينج. لا يا اخي طماطم قويه خالص جامده. فرق. ايوه جاكور 19 جنيه. اهلا. ولينو اصلا شركه معروفه ان هي بتعمل حاجات صحيه ليها علاقه بالشباب. طعم جامد. لازم تدوق. ايه السيراتشا؟ لينو بالسيراتشا. طبعا السيراتشا صوص معروف اكيد كلنا بنستخدمه. انا مع الشاي بلبن. المفروض يبقى شطه صح؟ على حاجه في لينو البهارات غنيه خالص. انا ما بحبش الشطه بس كده هبقى. والطعم قوي، بس انا ما بحبش الشطه خالص. انت ولا هتاكل هو ولا بيحب، خلاص انا اولى يعني. يا ابويا الشطه ابتدت تظهر. ايوه. طيب عايزين حاجه هاديه. يلا بينا. هو الكيس مليان صراحه،
بس 20 جنيه. بس والطعم غني خالص. طعم حلو. انت ده هيعجبك عشان انت عجبك زي. ماشي. اخر طعم السويت تشيلي، فلفل حلو. يلا. يا ضعيف. لا ما بحبش الشطه خالص. ده اكتر واحد عجبني بطعم الطماطم، وانا الشطه عشان ماليش فيها فما عجبتنيش خالص. انا الطماطم حلو برضو والشطه حلو للي بيحب السبايسز. ماشي. وتالت شركه النهارده كلاسيك ايه، جايبه حاجه اسمها بونكي 30 جرام ب 6 جنيه والكبير ب 11 جنيه. تعال نشوف السعرات كده على السريع. صحي غير مقلي ال 10 جرام فيها 42 سعره. الرينج اللي بيتكلموا فيه كلهم تقريبا 60 جرام. نبدا بايه؟ باربيكيو. يلا بينا. باربيكيو، بس خد بالك الباربيكيو طعمه بيبقى قوي. انا بحب طعم الباربيكيو بصراحه، طعمه قوي بصراحه بصراحه. ايوه بقى. خش على الاونيون رينجز. إيه ده؟ هو ده يعني ده بطل؟ والله نفس الشيء. ده نفس طعم الساور كريم، طعمه مش عالي. شطه مش هدوقه. في افتر تيست. عارف اللي هي الشطه الصغيره الناشفه اللي بتجيبها من العطار دي تقريبا نفس الطعم. جامد. اللي بيحب الشطه هينبسط خالص. ناتشوز. لا ايه ده؟ ده صغير كده. طعم الرانش صوص خفيف. صوص الرانش. ايه ده؟ لا استنى معلش. ايه ده؟ عشان 6 جنيه هيسدونا. طعم قوي. حلو. ما جامد والله. بف اللي هو عامل زي الكاراتيه ده. بفس. حد يوصلكم بدري. طعم الزيتون باين اكتر من الطماطم. بطعم جبنه الزيتون بتاعت دومتي. على صوتك. بطعم جبنه الزيتون بتاعت بس فيها ايوه سبايسي اللي برضه. فيها سبايسي كده. بهارات. ايوه. هو الميكس رهيب صح. طيب ده انا احسن واحد عجبني. وانا برضه. والباربيكيو والباربيكيو والسبايس اللي بيحب الشطه. وده اللي كل دول مليوش حرفيا، طعمه قليل خالص. اللي بعده هنجرب شركات مختلفة. في يعني الشركات دي ما لقيناش منها اطعم كتيرة. شركة بالانس وكاي وراسكي. كل كيس فيه 210 سعر، 10 فات، 40 كارب، 10 بروتين. بص انا حتة البروتين دي مش هتكلم فيها بجد صراحة يعني. بس انت 10 فات، 10 في 99، 40 في 4، 4 في 4 16، 160 160 و100 كده كام؟ 250 كده. انا دي تاني مره اقع مع شركه كيف الحوار ده. ان انا هو كاتب لي 210 سعره، بس الماكروز اللي كاتبها كاتب 10 فات وكاتب 40 كرب وكاتب 10 بروتين. انت لو جيت تحسبها هتلاقيها 290 سعره مش 210. انا عايز المسؤول بتاع كده. تعالوا نبدا بيها. ناشف خالص. بس انت بتاكل حطب. ايوه. وطعم وحش وكدابين الحرام ما بيدومش. طعم الساور كريم المفروض، بس ما فيهوش اصلا، ما فيهوش اي طعم. معرفش ده تخزين ولا ايه. طعم الجمبري ولا سي فود. لا ينصح لمرضى الاسنان. طب هو ليه في شطه؟ اصلا انا مش عارف اكله، انا لسه يعني. بس ليه في شطه؟ طيب راسكي ب 5 جنيه. شبه صبيت. ايوه بس على رفيع. الصبيت احلى بكتير. مش معانا خلاص. خلاص ده حلو. منتج بلدي بس طعمه خفيف بصراحه. هو طعمه طعم الجبنه المتبله. عندنا شركه بالانس برضه مكتوب ان هو هاي بروتين. كل 70 جرام في 280 كالوري، في 3 جرام فات، 15 بروتين و48 كارب. 15 بروتين في كيس ب 10 جنيه. طعم ريحه قويه ولا زجزاج؟ احلى بكتير من الليمون اللي دوقنا في الاول. ايوه. طعمه وباين ان هو حاجه اورجانيك كده او نظيفه. ده هيقعد معاك. ماشي.
انا متحمس له خالص عشان اعرف. انت ما بتحبش الشطه بس عجبك. اصلا الشطه خفيفه. اخوانا هم 15 جرام بروتين. بس انا مش متخيل 15 جرام بروتين ب 10 جنيه. صويا. اوكي. احلى شركه لحد دلوقتي بالانس، وانصحك بالطعمين دول دوس فيهم. شركه ابو عوف جبنا منها 4 اطعم. اول طعم معانا بريتزلز بطعم الجبنه. في 100 سعر. كويس والله. 106. ومنطقي. ساورن كريم. ده هاي بروتين. شفت الجبنه المتبله عامله ازاي؟ ده فيه 233 سعره الكيس ككل، في 10 فات، في 14 كارب، في 5 بروتين. ازاي؟ هات الآلة على طول. المهم انا لما جيت احسبها لقيتها 170، هو هنا كاتب 233. اهم حاجه ما يكونش بزياده. احلى طعم ساورن كريم دقته لحد دلوقتي. ابو عوف ب 15 جنيه. هو ما يعتبرش هاي بروتين، خد بالك، يعني 5 جرام بروتين بس قشطه. احنا البروتين مش بنقيمه، يعني مش ده بطعم الجبنه والتوابل. بس شايف انت عامله ازاي اصلا؟ شايف التوابل فيها، بس انا طعم الجبنه قوي جدا. طعم الباربيكيو شكله مختلف. انا متوقع ده. حلو، بس عشان الجبنه كان اكتر، كان الطعم بتاعها طاغي، فقلل من الطعم ده شويه. بس هو طعمه حلو. بس مش احسن نوع باربيكيو كان. كان احلى. تخيل. بونكي اعلى. ده بكام؟ 15 بونكي بكام؟ ممكن ب 10 ولا 11؟ ب 11. بس انا ما انبهرتش بالموضوع، كنت متوقع انه هيبقى احسن من كده كتير. نفسي ابو عوف يكون عامل بالليمون الحلو. بس كان هيبقى حلو. الليمون الحلو علي دوبك. استنى بس بالله عليك. ايه؟ وقف بس والله تحب. اخر حاجه هننهي بيها الرايس كيك. الرايس كيك مش زي الشيبس المتعارف عليه. الرايس كيك الواحده فيها 19 كالوري، فيها 4 كارب. طب خلينا في واحده عشان هذا الترابيزه. طيب الرايس كيك العاديه بتيجي من غير طعم من الاساس، مش بيبقى ليها اي طعم، بتبقى فلات. تقدر تحط عليها بقى بينات باتر، تحط عليها اللي انت عايزه. من شركه اورجانيك نيشن. الواحده ب 12 جنيه. الواحده الكيس فيه 5. هو كده كده الرايس كيك طعمها مش ما فيهوش طعم. فهو انت المفروض تحط لي طعم كويس. انا شايف ان طعم الطماطم ده مش احسن حاجه. هو طعم خفيف. الفليفر لا، هو البودره كتيره، التوابل كتيره مم. باينه. هو انت بهدلت الدنيا بس الطعم نفسه ضعيف يعني. تعال نشوف الجبنه. هو ده شكل اصلا الرايس كيك، تبقى ابيض، يعني ابيض بس من كده شويه. لا اترشت عليها بالغلط. دي تحط عليها بينات باتر ممكن. لا دي افتح. هات اورجانيك نيشن بينات باتر. يهمك. ريحه القرفه باينه. احسن. عاوز تاكل؟ لا. وانا بقى هنشوف. حلو. البين بطر مع القرفه حلوه خالص. انا مبسوط خالص. في اكله في السودان اسمها الدوك والدير، نفس الطعم. ايوه. اختراع ولا في الضياع؟ اختراع في الضاع. عايزين على وبس. دي كانت تجربتنا لاحسن سناك بديل للشيبسي، حاجه صحيه ما تكونش مقليه. وما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وبس. اشوفك في فيديو جديد. باي. ايه عيد. واشوفك في فيديو جديد. سلام. سلام شباب.